انت عارفه ايه اللي يستاهل ان هو يطلع ترند؟ حله المحشي اللي انا عاملاها دي. ليه بقى؟ الخلطه اللي معمول بيها صوابع المحشي دي يا جماعه خلطه تحفه جدا، والله صوابع المحشي تتلف في حرير. تعالوا بقى كده نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم بارك، وكلمه حلوه من قلبك كده اكتبها لنا تحت في الكومنتات. عايزين نطلع المحشي والفرخه دول ترند النهارده. ايوه يستاهلوا، انا هقولك ازاي تطلعي محشي تحفه جدا، بس الاول دعوه حلوه من قلبك لاخواتنا، ربنا ينصرهم يا رب ويثبتهم ويشفي مرضاهم يا رب العالمين. وكمان شجعيني بكلمة كده علشان خاطر نستمر في الجديد. اول حاجة هنعملها هنجيب طبق ونحط فيه بصلاية كبيرة متقطعة صغير، معلقة صغيرة مليانة من الملح، فوقها على طول معلقة صغيرة مليانة من بهارات الفراخ، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة من البابريكا، وربع معلقة من الكزبرة المطحونة. وهدعك كل الكلام ده مع البصلة بايديا، وهجيب حبة طماطم واحدة بس وهبدأ ان انا ابشرها بالشكل ده. معانا خلطة تحفة جدا، هقلب برضو الخلطة مع بعضها. ومعايا فرخة وزنها 2 كيلو و100 جرام، مغسولة طبعا كويس جدا ومنقوعة ونضيفة وزي الفل ومصفينها من المية. هاخد بقى التتبيلة الخطيرة دي، هتبل بيها الفرخة اللي معانا من بره ومن جوه ومن بين الجلد واللحم كمان، علشان خاطر اتأكد ان الفراخ تكون متبلة كويس، فبالتالي تدينا طعم خطير. هنتبل الفراخ تمام ونركنها على جنب شوية، ممكن كمان تسيبها وقت طويل في التتبيلة دي، وكل ما سبتيها وقت اكتر هتاخدي منها طعم ألذ. نركن الفرخة على جنب، وتعالوا بقى نشوف هنكمل الوصفة بتاعتنا ازاي. حطيت بقى حلة على النار، وفيها يعني نصها مية بالشكل ده، والمية غلت. هحط فيها معلقة كبيرة من الزيت، وعصير ليمونة بالشكل ده. ومعايا بقى ورق عنب، الورق العنب اللي انا هستخدمه النهارده ده طبعا اللي هو متخزن عندي، انا مخزناه. ده بتاع السنه دي، يعني الورق كان كله على بعضه وحطيته زي ما هو في الفريزر. دي طريقه، والطريقه التانية اللي انا كنت خزنتها معاكم بتاعت السنه اللي فاتت، يعني اللي هو قبل الموسم اللي فات، ان احنا لفينا ورق العنب رول، ولفيته في ورق استرتش وحطيته في كيس وفي الفريزر من غير سلق ومن غير اي حاجه خالص. هما الطريقتين على فكره من غير سلق، بس في طريقة منهم الورق مفرود او الورق ملفوف، بس بصراحة الملفوف افضل بكتير. ما بتكسرش حتى يعني. هنا خلاص ما شاء الله يعني. سبت ورق العنب كده يعني 10 دقايق في المية لحد لما اتسلق، وعلى طول بقى هخرجه في مصفى، وبرضه هشطفه على طول تحت الحنفية، ونسيبه بقى يصفي المية بتاعته كويس، على ما نكون عملنا خلطة المحشي سهلة وسريعة وبسيطة، ومفيش أسرع ولا أسهل منها. في الكبة بقى أنا فرمت 3 بصلات كبار بالشكل ده، فرم وسط يعني، مش ناعم قوي وزي ما انتم شايفين مش خشن، يعني الفرم اللي هو المظبوط كأنك مقطعة البصل على ايديكي كده. تمام. في نفس الكبة من غير ما نشطفها ولا اي حاجة خالص، هحط فيها يعني تقريبا كده قولي كيلو من الطماطم. تمام. هنفرم بقى الطماطم كويس جدا، وعلى طول هفضيها في الصينية جنب البصل. تعالي بقى اما اقولك ايه التوابل اللي احنا هنستخدمها للمحشي، هتفرق جدا في الطعم والريحة. معايا معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة مليانة من الكزبرة المطحونة، نص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من ال7 بهارات، ومعلقة صغيرة مليانة من البابريكا، ورشة بسيطة من السكر. معايا بقى يعني أنا جايبة ب5 جنيه خضرة رابطة كده كويسة، متشكلة من الشبت والكزبرة والبقدونس. هقطعها على طول جنب الطماطم بالشكل ده. يعني بصوا سريع سريع كده، مش هناخد وقت خالص في المحشي ده إن شاء الله. خلاص هخرط بقى الخضرة على ايديا بالشكل ده ناعم. وبالنسبة بقى للتوابل والبصل يا جماعة، فانا هدعكهم مع بعض بايديا، والخطوة دي مهمة جدا بتفرق صدقوني في البصلة بتطلع نكهتها وميتها كده في قلب الخلطة، فبتكون تحفة قوي. تمام. كمان معايا يعني اقل من نص كيلو لحمة مفرومة. انا حابة اروق على المحشي بتاعنا النهاردة. اللحمة المفرومة اختياري، بس بصراحة بتنقل محشي ورق العنب ناحية تانية خالص. حطيت بقى اللحمة وقلبتها في الخلطة بالشكل ده. وكمان معايا معلقتين كبار من دبس الرمان. لو ما عندكيش دبس رمان تقدري تستغني عنه، بس كل مكون انا حطيته في الخلطة صدقوني بيفرق جدا. واللي يجرب المحشي بالطريقة دي مش هينسى طعمه بصراحة. معلقة كبيرة بقى من هريسة الشطة دي، برضو انا عاملاها في البيت حاجة كده محترمة. وكمان 3 معالق كبار من الزيت. ومعايا كيلو ونص من الرز. غسلته طبعا وصفيته من المية، وهقلب الخلطة الجميلة دي مع بعضها. عندك بقى خلطة محشي ممتازة. نظبط بقى الملح بتاعنا على حسب ما بنحب. ونركن الخلطة شوية على ما نكون جاهزين بقى ان احنا نسوي الفرخة ده هنعمل فيها ايه؟ احنا محتاجين شوربة علشان نسقي المحشي، فهسلقها في حلة على النار، فيها نصها مية، فيها ورق لورا، عود قرفة، حبهان. كمان كام فص كده فلفل اسود حصى، وكام فص من الكيابة الصيني.
وهحط الفرخة زي ما هي بتتبيلتها، ومش هضيف بقى بصل، احنا هنكتفي بالبصل اللي على التتبيلة. وكمان هضيف معلقة كبيرة من الملح، نظبط برضو المرقة. واول ما المية تغلي على الفراخ يا جماعة ههدي عليها واسيب الفرخة تستوي على نار هادية. ما تعليش النار علشان خاطر الفراخ ما تتقطعش معاكي وتكون نية من جوه. يعني سوي اكلك على المظبوط كده وعلى الرايق كده. نغطي على الفرخة ويلا بينا على طول نشوف بقى هنحشي المحشي الخطير بتاعنا ده ازاي. من اجمل انواع المحشي ورق العنب على قلبي يعني. مع انه ما اخبيش عليكم ممل شويه في الحشو يعني، بس اهم حاجه طعمه يعني بصراحه تحفه. انا معايا الورقه بالشكل ده، والورق اللي معايا طبعا احنا مش بنكون منقين الورق، ورقه كبيره ورقه صغيره يعني، هتلاقي صابع كبير وصابع صغير عادي ما بتفرقش معانا. اهم حاجه ان احنا نقفل على صابع المحشي كويس قوي علشان ما يخرجش رز في الحله، وكمان يكون شكله ظريف. بنعمل ايه؟ بنجيب ورقة العنب بالشكل ده، الخشنة بتكون فوق والناعمة تحت. ممكن تحشيها بالطريقة اللي انا بحشي بيها قدامك دي، اللي هي على بلانشة مثلا، تفرديها وتطبقي من ناحيتين وتلفي، او على ايديا بالشكل ده. بصراحة دي الطريقة انا بستسهلها جدا يعني. فهكمل بقى كل كمية المحشي بنفس الطريقة دي. نقعد ارض بقى ونعمل حلة المحشي الجميلة دي، مش هتاخد مننا وقت كتير ان شاء الله، وفي الاخر هنطلع بنتيجة تحفة. بصوا بقى الجمال. انا برص المحشي رصة رايح ورصة راجع، وهكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. بصوا بقى حلة المحشي بعد ما خلصت ما شاء الله حاجة كده تفتح النفس. قولي لي رأيك كده في الكومنتات، إيه اخبارك مع المحشي؟ دلوقتي هنبدأ ان احنا نسقي المحشي بقى بالمرقة الفراخ الخطيرة اللي معانا دي. بصوا يا دوب كده المحشي الورق عنب المية بتاعته بتكون زيادة شوية عن محشي الكرنب، يعني يا دوب جايبة نص الصابع. تمام. هجيب بقى ليمونه واقطعها شرايح واحطها على المحشي بالشكل ده. طبعا انا ولعت عليها النار فوق المتوسط طبعا. المحشي يا جماعه بنسيبه يعني يغلي كده ربع ساعه على نار فوق المتوسط، وبعد ربع ساعه ببدا ان انا اهدي عليه واسيبه برضو يستوي على الهادي. تمام. يعني لو عندك حبيتين فلفل احمر كده ولا حبيتين شطه ينفع تحشيهم وتحطيهم برضو مع ورق العنب، هيكون تحفه جدا. اغطي عليه بطبق واغطي الحله واسيبه بقى يستوي مع نفسه. وخلاص هحمر الفرخه تحت الشوايه، والمحشي بقى يا جماعه استوى وبقى زي الفل. الفرخه انا دهنتها زبده وحطيتها تحت الشوايه تتحمر مع نفسها. تعالوا بقى شوفوا الجمال. بصوا يا ولاد المحشي عامل ازاي، صبع من صبعه ومستوي مظبوط وزي الفل. ما شاء الله. هتلاحظوا ان المحشي صباع غامق وصباع فاتح، ده علشان خاطر انا استخدمت نوعين من ورق العنب. تمام. موسمين اصلا مختلفين يعني. هنظبط بقى المحشي في الصينيه بالشكل ده. والله يا جماعه مستوي من جوه وزي الفل. ونجيب بقى الفرخه اتحمرت وقالت يلا يا اكل. حطيناها على صينيه المحشي بالشكل ده. بقينا نختصر يوم المحشي ده بصراحه، واقلب الصينيه كلها في او الحله كلها في الصينيه، وفوقيها الفراخ او اللحمه ورشه خضره، وبألف هنا وشفا. يعني بجد شويه محشي وحته فرخه تستاهل بقكم.